السلام عليكم ورحمة الله. الوصفة ديالنا لهذا النهار هو العسل اللي غادي نصايبوه في الدار بواحد الطريقة اللي كتحصلوا بها على واحد العسل زوين بزاف، تستعملوه في جميع المعسلات ديالكم. وصفة اللي هي معتمدة عندي من زمان. بقاو معايا وشوفوا الفيديو الاخير هكا باش تعرفوا على المقادير والطريقة ديال التحضير ديالو. المقادير اللي غادي نحتاجوها باش نصايبوا هذا العسل: نحتاجو هنايا قالب ديال السكر، ما يعادل 2 كيلو ديال السكر. الا ما توفرش عندكم تقدروا تستعملوا الكاسي ولا سكر سنيده، ولكن الا توفر يكون احسن. العسل كتجي زوينه به. هنا عندي لتر من الماء. كل 2 كيلو نديروا معها يوطرو ديال الماء. الا درتو نصف الكميه باغ اكزومبل، الا درتو كيلو ديال السكر غادي ديروا غير نصف لتر من الماء. عندي هنايا واحد الحامضه قطعتها هكا طرونش. عندي هنايا عويدات ديال القرفه وشويه ديال المسكه الحره كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز ناخذ واحد الكوكوط او طنجره الضغط، غادي نجي ونوضع فيها القلب ديال السكر ونفرغ عليه هكا الماء من الفوق. وانا غادي نخليه ليله كامله حيت ما محتاجاش دركي. وانتم الا صايبتوه باغ اكزومبل في الصباح يمكن لكم هكا طيبوه في العشيه. انا غادي نخليه هنا يبات حتى الصباح ونطيب العسل. وهنايا ملي يبدي السكر هكا يذوب عندكم تهبطوا هذا اللي كيكون الفوق بواحد الملعقه خشبيه. صاي هنا غادي نستنى عليه حتى يذوب كامل ورجعوا له. هنايا غدت ليه في الصباح لقيت داك السكر كلشي داب. غادي نجي هنا ونوضع ديك الشرائح نتاع الحامض باللون ديالها. من يتغير نعرفوا باللي العسل راه واجد لنا. هنا غادي نضيف ايضا العويدات ديال القرفه وغادي نسد على الكوكوط ونخليه حتى تصفر عندي الكوكوط، ونحسب من 45 حتى ل 50 دقيقه عاد نحل عليها. غادي نطيبوها على واحد النار اللي هي متوسطه. صاي هنايا غادي نخليوها حتى تبدي تصفر عندي الكوكوط ونحسب 45 حتى ل 50 دقيقه عاد نطفي عليها النار. انا هنايا خليتها حوالي 50 دقيقه عاد طفيت عليها النار وحليتها. لقيتها على هذا الشكل. الحامض خاص يكون اللون ديالو داكن بزاف، هذا دليل على ان العسل عندكم ناجحه. غادي نجيب هنايا المسكه الحره كما كتشوفوا، دقيتها هكا مع شويه ديال السنيده غادي نضيفها هنايا. نخلط مزيان حتى تندمج لي مع العسل. كتعطي ديك التعليكه للعسل تجي زوينه وكتخلي العسل كتبقى شاده في الحلويات. نخلطو مزيان، نخليوها هكا على النار شي شويه عاد باش نطفيو عليها. صاي هنا من بعد ما اندمجت لي المسكه الحره مع العسل غادي نطفي على الكوكوط او طنجره الضغط. وغادي نجي هنايا ونصفي هاد الحامض والقرفه نحيدهم من العسل ونخلي العسل ديالي حتى تبرد مزيان عاد باش يبان لي القوام ديالها. وإلا لقيتو العسل ديالكم من بردت مزيان لقيتوها مازال باقا خفيفه بزاف، رجعوها هكا على البوطه على النار، ولكن بلا ما تسدوا عليها. رجعوها حتى واحد 10 دقائق ولا 5 دقائق على حساب حتى تحصلوا على القوام ديال العسل المطلوب وطفيو عليها. صاي هنا بعد ما صفيت داك الحامض وهذيك القرفه غادي نخلي على العسل ديالي حتى تبرد مزيان. وانتم الا بغيتو تحضروا بها الحلويات ديالكم من الاحسن تصايبوها هكا بواحد الليله ولا ليلتين من قبل باش تكونوا ضامنين انها ناجحه عندكم العسل. وبقاو معايا باش تشوفوا القوام ديالها كي غادي يكون. من بعد ما بردت عندي العسل مزيان خلوها تبرد مزيان باش تعرفوا القوام ديالها. شوفوا هنا ملي كتهزوها داك الخط ما كيتقطعش، كتبقى غاديه كونتينيو، خط متصل يعني ما تقطعش. هذا دليل على انها ناجحه كتكون عاقده. من الاحسن تستعملوا العسل بحال بهذا القوام، تكون عاقده هكا غادي تشد لكم مزيان في الحلويات ديالكم.
وإلا لقيتوها خفيفه على هكا ما فيها باس ترجعوها هكا على البوطه او على النار هكا شي شويه، واحد 10 دقائق ولا على حساب الخفوفيه ديال العسل اللي راها عندكم، حتى تعقد شي شويه. وهي العسل خاصكم ديروا في بالكم ما حتى هي تبرد وهي كتعقد. مهم تبعوا هاد الخطوات اللي عطيت لكم، ان شاء الله تحصلوا على العسل بهذا القوام، عسل اللي هي ناجحه. نتمنى توجدوها وتعجبكم وتبقى معتمده عندكم. وهنايا البنات الفيديو ديالنا لهذا النهار غادي يكون سالا، غادي نقول لكم بسلامه البنات في وصفه جديده وفيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم البنات.